كل مكان في ناحية القيارة بقصة وبمعاناة مع داعش الإرهابي. هذا المحل اللي أقف فيه حاليا كان محل يبيع أجهزة الهاتف المحمول والكارتات التعبئة للشركات المختلفة من شركات الاتصالات. دخل داعش الإرهابي جبر أهل هذا المحل أن يغيرون هذه المهنة، صادر الأجهزة وصادر بطاقات الشحن وصادر المبالغ المالية اللي كانت موجودة بهذا المحل، وجبره أن يمتهن مهنة أخرى. فقام صاحب المحل بتحويل مهنته إلى بيع المواد الغذائية والمنزلية، لكن بيع المواد الغذائية والمنزلية أيضا بشروط. الشروط كانت منع المعلبات الغذائية، منع المواد الغذائية اللي تحمل صور شخصيات أو يعني وضع عليها يعني يتم يعني رفع هذه الصور وبالتالي يتم بيعها. ويعني كثير من الممارسات التعسفية بحق المواطنين تدخلوا حتى في مهنهم، تدخلوا حتى في أرزاقهم. خلينا نلتقي بصاحب المحل. السلام عليكم. وعليكم السلام شلون صحة؟ ورحمة الله. حياك الله. احكي لي شلون كان محلك وبعدين شلون حولته، وشنو الإجراءات اللي اتخذها داعش الإرهابي بحقكم؟ والله داعش الإرهابي يعني انت يعني نهانا نهي، يعني انتهينا آخر شيء. معدن نقدر نتحرك، يعني ما تقدر لا تأمن، تقدر تشتغل أي شغلة. هذا محلي كان وكيل شركات الهاتف، يعني جملة ومفرد، وخيرنا ما شاء الله يعني عايشين. منعوا التغطية، بقت يعني شلون نبيع الكرتات، يعني على الذبذبة تجينا من أربيل ما أربيل، وردوا النوب من عوني. اخر شيء من اخذوا القاعده مالت القياره، جو داهموني، فتحوا الغاصه، اخذوا الاجهزه، اخذوا كل شيء يعني من عندي. ما خلوا حتى فلوسي ملايين، الكرتات، خطوط، يعني كراتين، ما خلوا علينا اي شيء. فانجبرت ان افتح جمله يعني مال مع معلبات غذائيه، حفاضات، مدري شنو. همين لازم يشرط عليك شروط، صور تشيلها، هذا ممنوع. المعلبات كلها منعوها، بل من لحومها اي شيء معلب ممنوع. العطور كنت تبيعوا؟ العطور اي شيء بيه صوره نسائيه ما نسائيه ممنوعه. العطور، الجقاير منعوها. ما خلوا يعني العالم، ما ظلت يعني هذا اصلا ما ظل عنده اي شيء يشتري، يعني مجرد قوطي معجون ما يقدر يشتري. يعني ما ظلت عنده. قام يشحد، اكو ناس تقف بعلوته الطحين، مثل انت تشتري كيس طحين، يقول لك معود بس كيلو طحين انطيني لعيلتي. ما ظلت العالم. يعني هسه انا من شفت العالم بالشارع، طلعت كانت ماكو بشر بالشارع، عبالنا العالم كله من هزمه طالعه قاتله ببيوت، ما حد يطلع، ما حد يطلع. هسه تعجبت القياره كلها باقيه ببيوت ثاني. يعني سوقنا انتهى، يعني ما اخر شيء يعني قلت اقعد بالبيت. قعدت بالبيت نهارين بعد ما داهموني من شغله الكرتات وهذا، ويجوني على البيت انت جاي تبيع بالبيت رصيد. احنا يعني كم كرت باقيات بالبيت دافنين هنا، اهلي من دوره يعني داهموني وهذا بالمحل، دفنوهن هن والخطوط ولا هذا. جو قلت لهم يابا فتشوا البيت، فتشوا البيت وما لقوا شيء. هسه يعني الحمد لله انه الله ستر علينا ببيوتنا، هذه اكبر نعمه. ونشكر القوات الامنيه، ونشكر مكافحه الارهاب، ونشكركم على هذا الجهود اللي انتم قاعد تواصلون معانا. وهذا الخير هسه دحك شوف انت صور بالشارع، يعني الخير قام يتبدى بالشارع، يعني مجرد يوم واحد. شوف المي، الكهرب، بس ظلت لنا الكهرب، يعني هسه قاعد يشتغلون بالكهرباء اليوم ان شاء الله باشر المي جاي. يعني هو مجرد حتى المي قطعوا علينا، الكهرب قطعوا علينا. يعني الكهرب بس لهم مستثني قاموا يسوون، ما حد يعرف شنو المستثني بس لهم المضافاتهم. يعني اوكارهم اي هم مضافاتهم اللي هم مصادرين بيوت اوكارهم العالم. الارهابيه. اي مصادرين بيوت العالم، مو حتى مو لهم، لو لهم نقول لك لهم. قال يجي انت بس مجرد اخوك طالع او ضابط او قبل اخذوا البيت، يطلعونهم يحشلونهم بالشارع، ما تاخذ ابره مو هدم ولا فلس، كل شيء ما تاخذ من بيتك. خلينا نشوف الشباب هنا. شبابنا ليش ما كنتوا تطلعون بالشارع؟ وشنو الاجراءات التعسفيه اللي كان داعش الارهابي يتخذها بحقكم؟ تحياتي للعراقيه وللقوات الامنيه، وبفضل الله والقوات الامنيه هسه ماخذين حريه كامله، حريتنا. نعم تفضل. مضيقين علينا الخناق كامل. يحاسبونا على اي شيء. اللي يمشي بالشارع الشايل جهاز، هاي كلها انحرمنا منها. الموبايل، المدري شنو، بيوت اخذوها. ما اقول لك عيله وعيلتين، مئات العوائل بقياره ما عندها حق بطل زيت،
طلعوا هم بالمضافات مجمعين بالاوكار هاي تسميه المضافات تروح تولي اوكارهم باوكارهم، وهي بيوت اهلنا هنا اخذوها مجمعين بيها مواد، مو بس تكفي قياره، تكفي قياره كلها. واكو ناس هنا مو عيله وعيلتين، مئات العوائل ما عندها حق بطل زيت، ضيقوا علينا كل شيء. لا تلبس، لازم تقصر لحيتك، ليش محدد، ليش ماخذ خيط، ليش كل وصولات، جيب فلوس على البيوت، تدفع اجار المحلات، تجيب اجار محلات احنا بانينا اكثرها محلات اكثرها تجاوز، هذا احنا بانينا، جيب اجار. ضيقوا علينا خناق من كل شيء. بفضل الله والقوات الامنيه هسه نمشي براحتنا، ماخذين راحتنا، الخير كثير. جابوا السلات الغذائيه تريلات، ما خلى الخير كثير الحمد لله، بفضل الله والقوات الامنيه الحمد لله. النساء اذا كانوا ما يرتدون الملابس خاصه هم بتعليماتهم وشروطهم اللي تحارب الفكر الانساني اللي هذه قبل على الحسبه ياخذونك، ابو البيت قبل على الحسبه. شنو الحسبه يعني؟ خليه يعرف المشاهد. جلد حسبه عندهم، حسبتهم على اساس، حسبتهم كاتبين عليها انها على المعروف. ايه شرعهم قبل تجلد، وقرامه ياخذون من عندك وهويتك. المراه تجلد لو الرجل؟ الرجل ابو البيت قبل ياخذونه، قبل ابو البيت اذا بس رجليها طالعه ما لابسه جوارب قبل ياخذونك. يعني هذه اجراءاتهم التعسف. اجراءاتهم هاي التعسفيه. لحيه مدري شنو هاي قبل ياخذونك. علامه بالملابس مالك، بالحفاظات علامه، هاي قبل ابو المحل قبل تحاسب عليها. غيرها من اجراءات تذكروها يعني شنو اللي كانوا يسووا غير هذا؟ والله كل شيء هم ما ظل شيء ما سووا، كل شيء تريد على بالك. يعني احنا ابسط شيء هذا الفراء الشط مالنا انحرمنا من عنده، ما عاد نقدر ننزل، بس تنزل انت تتعبر قبل يضربك صريه يقتلك فوق السطح كل شيء. تنهزم انت قبل يقول لك تروح على القوات الامنيه، انت تروح على الكفر، هم الكفر يقول لك انت تروح على الكفر، انت تروح على المدري شنو، هم الكفر. احنا وين؟ احنا كنا عايشين بجحيم اخي، والله بجحيم كنا عايشين. الناس شلون كانت تروح وترجع للموصل يعني؟ والله تروح قوه دق اسمك حاسبه، تطلع منتسب، تطلع مدري شنو. ها المنتسب اذا مسجل يوم واحد قبل ينزلك، روح سوي لنا كفاله 20 ورقه ويدونك، واذا منتسب وما مسوي كفاله هذه شغلتك منتهي. يعني ياخذون $2000 نقدا؟ اي $2000 نقدا، كل الشرطه اللي سوت توبه $2000 نقدا. زين انت من كنت تروح تجيب مواد غذائيه من الموصل وترجع، هم كانوا ياخذون من عندك فلوس؟ اي ياخذون، شلون ما ياخذون على كل المواد الغذائيه يفرضون رسوم؟ التاجر الرئيسي اللي يجيب البضاعه يفرضون عليه مثل تريلا دفتر ياخذون من عنده. اما انا كنت رئيسي بالكرتات وما يعني كرتات يفرضون علينا على كل كرت 1000 وربع. فاخر شيء يعني فرضوا علينا انه بعد ما اخذوا قاعده القياره ومن يعني بطل الرئيسي مالنا رادوا من عنده 5000 على كل كرت. يعني الكرت هو واصلك هو من التوزيع نقول 5 كروته 2,3 من اربيل. يعني انت بيش يصلك لازم تبيعه ب 15 20. زين هو العالم ال 15,000 يعيش بيهن شهر كامل. يعني بس مجرد طماطه وهذا العالم يعني انتهت، ما ظل عندها كل شيء، اي شيء نهونه نهي. الغاز، البنزين، الرواتب بالنسبه للموظفين ماكو لا راتب، صار سنه ونص الموظفين تقريبا، بس بالبدايه كم راتب، كلها قاعده الموظفين لا راتب لا شغل. غاز ماكو، الغاز تجي القنينه ما بيها كيلو وين ب 40,000 30 35. نفط الابيض، نفط ما مو نفط هذا، مو نفط هذا، حراقات وبكيفهم جليكان ب 15 ب 20. بنزين ما كله يجيبونه بنزين فاشل. عندك شيء تريد تضيفه؟ سمعت مال الزكاه هاي مال السوق، هاي زكاه، حتى بالبسطه يدفع زكاه. شنو هذه زكاه؟ زكاه يريدون من عندك مال المواد مالك، لازم شايل الهويه مال الزكاه مالك اذا تروح تسوقه بالسياره. يعني ابو السياره اذا ما شايل هويه الزكاه قبل يحاسبونك، قبل مباشره يحاسبونك. ابو البسطه اجار كلها لازم زكاه، يعني اهم شيء الزكاه. اذا هي يعني بعض من مشاهد اللي ذكروها والقصص اللي ذكروها المواطنين هنا بناحيه القياره، هي مشاهد تعسفيه ومشاهد يعني اجراميه. اكو دفتر عندك مال زكاه شوفنا هذا اللي يفرضون به غرامات داعش الارهابي. يعني اجراءات تعسفيه، اجراءات اجراميه، يدخلون في كل امور والتفصيلات الحياتيه من اجل الحصول على مكاسب ماليه لتمويل عملياتهم الاجراميه.
هو بالتاكيد هذا يعني يندرج ضمن خانه يعني فرض الاتاوات وغيرها على المواطنين. هذا يسمونه هوية الزكاة. هذه هوية الزكاة اللي هم يسووها من عندك. شوف على كل مليون ياخذ 25,000. يعني هذا احنا على كل مليون 25,000 ويعطيك وصل بهذا. يعطيك وصل. هذا شوف هاي اختامهم. احنا ما نعطيهم الاسم الصحيح على مود ما نعطيهم اكثر. هذه كله مثلا عندي بس ب 4 ملايين او بمليونين، انت اذا عندك ب 15 ب 10 ضمها. بس اخر شيء يعني اخر شيء ما ضل عندنا كل شيء 4 مليون. شوف هذه اختامهم. هذه اختامهم الدولة الإسلامية. الدولة اللا إسلامية. ايه على اساس الدولة اللا إسلامية. الاسلام بريء من عندهم. الزكاة والصدقات على اساس ياخذها توزعها على الفقراء. يعني هذه بس اسمح لي لحظة، هذا وصل، هذا وصل باستلام المبالغ. ايه وهذا الهوية اللي هم لازم تراجع يعني 3 ملايين الزكاة الدولة اللا إسلامية ذهبوا بلا عودة. هذا آخر تاريخ ويذكرون به تواريخهم بالهجري 13 صفر الدولة. وهذا قدامكم بس اسمح لي لا هذا يبقى شاهد وذكرى على بشاعة وفرض أتاوات داعش الإرهابية في ناحية القيارة والمناطق اللي اغتصبها. طبعا هذا واحد من الشواهد، وصولات وهويات يعني تحت غطاء الدين يفرضون الأتاوات على المواطنين في ناحية القيارة في مناطق أخرى. لكن القوات الأمنية تعاون المواطنين هنا مع القوات الأمنية انتهى داعش الإرهابي بلا عودة وترك جثث العفنة، ومنهم من فر إلى مناطق أخرى وسوف يلاحقون بجهود القوات الأمنية، ويكون عام 2016 نهاية داعش الإرهابي. يجون بسيارتهم يطيرون عند هذا ويجيبون أسلحة يحطون بالهذا، وتعرفوا حاطين بسدنا المدافع وما يخلونا نطلع، ويجون على قفلة على البيوت يشوفون الدشات ياخذونه، واحنا نريد يرجع المدارس والكهرب والهذا، والله ينطى الجيش حرروني. بعد تحرير المنطقة من داعش الإرهابي يتم العمل على تدقيق المعلومات وتقاطعها بالنسبة للمواطنين. شعبة الاستخبارات في قيادة العمليات الخاصة الفرقة الثانية قامت على هذا العمل من أجل التأكد من خلو المنطقة من الإرهابيين الدواعش، فجمعت المواطنين في ساحات خصصت لهذا الغرض من أجل تدقيق معلوماتهم وتقاطعها والعمل على التأكد من عدم وجود داعش الإرهابي بين صفوف المدنيين لضمان استمرارية الحياة المدنية بشكل طبيعي. معي المقدم حسين مدير شعبة الاستخبارات في القيادة ليحدثني أكثر عن تفاصيل العمل اللي يقومون به بالنسبة لتقاطع المعلومات وتدقيق المعلومات في ناحية القيارة. سيادة المقدم تحدثني أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا. بناء على المعلومات الاستخبارية اللي وردت أنه بعد تحرير المنطقة من قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب والمتمثلة بقيادة العمليات الخاصة الثانية زين، وتم تنفيذ الواجب بسرعة قياسية وبعملية نوعية وبإشراف وتخطيط عالي المستوى من قبل قائد العمليات الخاصة الثانية ووحداتنا. بعد تم تحرير المنطقة بدينا بجمع الأهالي لغرض مقاطعة المعلومات وتشيكهم من الناحية الأمنية من خلال مصادر وقاعدة البيانات الموجودة عندنا، فتمكنا والحمد لله من إلقاء القبض على مجموعة إرهابية كانت متواجدة من بين المدنيين متنكرين، فتم إلقاء القبض عليهم من خلال المعلومات ومن خلال المصادر مالتنا ومقاطعتها مع الأجهزة الأمنية، وده تمشي العملية تدقيق المعلومات بانسيابية عالية ويا المواطنين. متى تم تدقيق المعلومات بالنسبة للمواطنين؟ إن شاء الله اليوم هذا الثالث راح يتم إنهائها وتدقيق المنطقة بالكامل إن شاء الله. هذا يدخل في سياق العمل الأمني وفي سياق الحفاظ على المواطنين من وجود داعش الإرهابي بين صفوفهم. لكن هذا العمل يعني مضاعف بالنسبة للقوات الأمنية العراقية، تحرر وتدقق المعلومات وتتأكد من خلو المنطقة من الإرهابيين ومن يعني العبوات الناسفة، من السيارات المفخخة، من الأحزمة الناسفة، من غيرها من المواد المتفجرة. لكن أنا أشوف هناك يعني عدد من الضباط من
الفرقة الثانية من جهاز مكافحة الإرهاب يقومون بتدقيق المعلومات وفق قاعدة بيانات؟ هاي لجنة عندنا قاعدة بيانات، تم فتح أكثر من مركز استخبار هنا لتدقيق المعلومات، طبعا بالتنسيق مع آمر فوج صلاح الدين، لأن يهيئ لنا الحماية على المراكز اللي تتم تدقيق هوية المواطنين. فعندنا قاعدة بيانات شاملة للقاطع، فيتم تدقيق معلومات المواطنين شخص. محمد، خلي يعني استطلع لنا بعض الصور للمواطنين وهم يعني جالسين للتأكد من تدقيق معلوماتهم قبل الانتقال إلى الرائد حازم كريم آمر فوج صلاح الدين. سيادة الرائد، يعني هذا العمل هو جهد مضاعف واستثنائي بالنسبة لكم وبالنسبة إلى عملكم. بالبداية حررتم المنطقة ودخلتوا إلى المنطقة، وبالتالي اليوم يتم تدقيق المعلومات وتقاطعها ضمانا وحفاظا على أرواح المدنيين الأبرياء. صحيح ممكن الإجراء طول 3 أيام، لكن هو بالتالي حاصل تحصيل إلى المواطن العراقي من أجل يعني سلامته ومن أجل ضمانه واستمرار الحياة بشكل طبيعي دون وجود الدواعش بين صفوف المدنيين. أكيد هناك ترحيب من قبل المواطنين، لكن بموجز بسيط وتفصيلي عن هذا العمل اللي تقومون به. طبعا هذا العمل بكل منطقة طبعا يتم تحريرها، يتم هذا العمل، وهذا دليل على التنسيق العالي طبعا بيننا وبين شعب الاستخبارات الرجل المقدم حسين، بأن احنا كل منطقة نحررها ونكمل تحريرها. تجي هم الاستخبارات وقاعدة البيانات كاملة تبدي تدقيق المعلومات. هذا على شنو؟ أول شيء نخلص الناس الأبرياء والمدنيين الموجودين جوا، بأن إذا أكو أي داعشي أو أي شخص عاون الدواعش أو مثل ما يقول ساعدهم ولفاهم، بأن ما يندس داخل هاي. وعلى مود هاي الأمور مثلا نبقى نسيطر على المنطقة وتبقى المنطقة يعني القيارة آمنة من كل النواحي. أكيد هو يصب في مصلحة وخدمة المواطنين الأبرياء الذين عانوا من بطش الدواعش لفترات طويلة. هذا العمل هو جهد، أكرر، جهد مضاعف واستثنائي، لكن هذه القوات الأمنية خصوصا جهاز مكافحة الإرهاب يعني لديه الفضل الكبير على المناطق التي يحررها، يحرر ويدافع ويعطي ضحايا الرحمة إلى الشهداء والشفاء العاجل إلى جرحانا والسلامة إلى مواطنينا. إن شاء الله ينعمون بالأمن والأمان في ظل وجود القوات الأمنية العراقية. دم حسام قل له سوي دراسة على حمام العدل. هاي هي، هو هذا كله شغل ممنون حبيبي وتابع وياه. يلا واللي يسأله قل له المقدم بالواجب. وفق المعلومات الاستخبارية اللي يتم تدقيقها في شعبة الاستخبارات الخاصة بقيادة الفرقة الثانية من العمليات الخاصة، ألقوا القبض على شخصين. الأول هو مشتبه به، كان محرض بشهادة أهالي القيارة، محرض على العنف الطائفي في ناحية القيارة، والثاني كان من منطقة اليوسفية، قام بالعمل مع داعش الإرهابي وانتقل إلى عدة أماكن برفقة مجموعة اللي يتلفون من 7 أفراد، وتم إلقاء القبض عليه في ناحية القيارة. سيادة المقدم تحدثني عن الشخصين، الأول المشتبه به والثاني اللي اعترفوا الأدلة بالاعترافات. الثاني أدلى بمعلومات وحسب المعلومات والتقارير الاستخبارية اللي وردت لنا، زين متواجد هنا وسلل بالمنطقة وشارك بعمليات مواجهة القطعات الأمنية في مصفى القيارة. طبعا هو من أهالي اليوسفية وكان بالموصل، نزح مع مجموعة، جمع أفراد مجموعته اللي تتألف من 7 عناصر داعش. 4 انقتلوا من خلال المواجهات ويا قطاعاتنا، زين. بقى هو كان يسلل إلى المنطقة، ومن خلال المعلومات ومقاطعة المعلومات مع مصادرنا وبالتنسيق مع الفوج صلاح الدين تم التنسيق وتم إلقاء القبض عليه. الشخص المشتبه به طبعا هو أولاده يتكونون 4 وهم من عائلة إرهابية، زين. المعلومات اللي عندنا 3 تم قتلهم من خلال المواجهات، والرابع هو المعلومات المتوفرة عنه حاليا موجود بالموصل، زين. ومن خلال تدقيق المعلومات المواطنين
تم الاعتراف من قبل الأهالي. المدعو محمد هو بصفته شيخ جامع ويقوم بتحريض على مقاتلة الأجهزة الأمنية، ويحث العناصر الإرهابية اللي يسميهم بالمجاهدين زين ونصرتهم على الأجهزة الأمنية. احنا خلينا سياده المقدم ناخذ لقاء ويا الارهابي والداعشي اللي اسمك حسين كاظم فرهود. من اي منطقه؟ وسفية. اليوسفيه. كم عمليه شاركت بها؟ عملية واحدة. كم شخص قتلت او من القوات الامنيه العراقيه؟ ضربت عليهم وقعوا وقاموا ردوا تراكضوا ما بيمشي. ايش ضربت عليهم؟ ضربت عليهم كان الامير مالتي يقول لي ضربتهم انت؟ قلت له لا ما ضربت. يقول لي لا انت ضربتهم. شنو السلاح اللي استخدمته؟ كلاش صيني. كلاشينكوف. اي. طيب باي منطقه هذه؟ بالمصفى مال القيارة. بالمصفى مال القياره. بغير مناطق شو اشتغلت؟ ما اشتغلت. انت يا مواليد؟ 90. مواليد 90. شلون تم تجنيدك الى داعش الارهابي؟ شلون يعني جابوك وجندوك؟ انطوني سلاح وجيت لي جاي. سلحوني انطوني. لا هم سلحوك، بس قبلها شلون انت يعني اعلنت لهم البيعه مثل ما هم يسموها؟ بايعات غصبا علي. هم غصبون بايعات. وين بايعتهم؟ بالموصل. بالموصل بايعتهم وجندوك ودزوك للقياره. اي. زين هم شنو كانوا يعطوك راتب لو شنو؟ هي راتب ينطوني 60,000. 60,000. انت عندك اخوان شاركوا بداعش الارهابي؟ عندي اخ صغير هيك. اذا يعني هذه افكار داعش الارهابي. مواليد 90 لا يتجاوز عمره 25 عام، يتم تجنيده ويتم يعني تحريضه على قتل قواتنا الامنيه العراقيه وعلى قتل المواطنين وتنفيذ عمليات اجراميه وتنفيذ عمليات ارهابيه من اجل بث الرعب وبث الخوف والهلع بين صفوف الابرياء المدنيين، لكن القوات الامنيه كانت بالمرصاد، تعاون المواطنين العراقيين، تعاون الأجهزة الاستخبارية وتقاطع المعلومات أدى إلى إلقاء القبض على أحد الدواعش في ناحية القيارة. الآخرين تم قتلهم، المشتبه بهم يتم التحقيق معهم وفق الإجراءات القانونية الوصولية ويتم تسليمهم إلى الجهات العليا بعد أن اعترف وأدى باعترافاته. بالتأكيد هناك محاكم قضائية سوف يعني تقتص من الجنات الدواعش، وبالتأكيد من لم يثبت عليه أي دليل سوف يطلق صراحة. نتمنى لقواتنا الأمنية العراقية ولكل يعني أهلنا في القيارة وفي المحافظات اللي يغتصبها داعش الإرهابي أن يستكملون هذا التعاون ويثمر هذا التعاون من أجل إلقاء القبض على إرهابيين ومن أجل خلو هذه المناطق من داعش الإرهابي. دمتم في أمان الله. ما صدقنا خلاص، ما صدقنا خلاص، أخلصنا من فضل رب العالمين والقوات الأمنية. يعني ابتداء نبارك لأهلنا في محافظة نينوى عموما وأهلنا في القيارة بمناسبة تحريرها من دنس داعش الإرهابي. كما ترون كان هناك جهد كبير للقوات المسلحة وتحديدا جهاز مكافحة الإرهاب الذين تلاحموا مع أهالي القيارة لتحقيق النصر الناجز على الدواعش. وهنا اليوم نحن من أجل إعادة الاستقرار والحياة الطبيعية لهذه المدينة التي كان لها دور في التحرير. اليوم يعني كان هناك مساعدات غذائية وكذلك كان هناك تفعيل للدور الخدمي لكل الوزارات.
لذلك نطمئن أهلنا في مدينة الموصل بأن القوات المسلحة لن تتوقف إلا بتحرير مدينة الموصل وكل شبر من أراضي العراق. ربما ستكون هذه المدينة تشهد عمليات نزوح من الموصل. يعني بالتأكيد، لكن هذه المدينة لم ينزح أهلها، وهذه كانت هي طلبنا منذ البداية، لأنهم ساهموا في التحرير. واليوم كما تعلم مئات القتلى من جثث الدواعش هي متناثرة في شوارع القيارة، وإن يدل ذلك على شيء يدل على التعاون الكبير بين أبناء القيارة وأبطال جهاز مكافحة الإرهاب الذين أدوا دورا بطوليا. من هنا نقدم الإجلال والإكرام للشهداء الذين سقطوا وللجرحى بالشفاء العاجل، وإن شاء الله تعود محافظة نينوى ومدينة الموصل إلى حضن الوطن الكبير بسواعد كل العراقيين من الشمال إلى الجنوب. جهاز مكافحة الإرهاب بحاجة إلى تكريم معنوي ومادي، هل سيعمل مجلس النواب على هذا؟ جهاز مكافحة الإرهاب أبدى دورا بطوليا متميزا في كل شيء، في الجانب التعبوي وفي الجانب الإنساني وفي الجانب الاستخباراتي وفي الجانب الإيقاظي. كما تعلم اليوم نوزع مساعدات، وجهاز مكافحة الإرهاب يشرف أيضا معنا لتوزيع هذه المساعدات. لذلك أنا أطلب باسم نواب محافظة نينوى ومجلس النواب العراقي تكريم جهاز مكافحة الإرهاب ضباطا وقادة ومراتب تكريما متميزا يليق بهذا الدور. ونحن قد سبقناهم في تشريعنا لقانون جهاز مكافحة الإرهاب الذي ينظم هذا الجهاز الذي كان له دور في هزيمة عصابات داعش، لكننا سنطالب بأن يكون هناك تكريما متميزا من قبل القائد العام لهؤلاء الأبطال. أيام تواجد داعش الإرهابي استخدموا محطة تحلية المياه في ناحية القيارة كمقر لهم. بالتأكيد كانوا هم المشرفين وعلى إدارة العمل هنا في تلك الحقبة التي مضت، لكن بعد خروج داعش الإرهابي بضربة جوية وجهت على هذا المكان من الطيران، انقتل من الدواعش، ويعني تم توقف المشروع لأيام عديدة، لكن بجهود المنتسبين هنا في مشروع الماء لناحية القيارة عادوا تشغيل المحطات ودفعوا بالماء عبر الأنابيب إلى المناطق السكنية لناحية القيارة، وتم إيصال المياه الصالحة للشرب إلى الناحية. أستاذ علي معاون مدير المشروع، تحدثني أكثر عن إعادة عمل المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ورا ما انسحبوا وفضت المعارك جينا على المشروع صارت به ضربة جوية، والحمد لله المكان كل شيء ما به، المكان السحب ما به كل شيء، اكو بس عندنا محولة 400 كيفي كانت مضروبة، وعندنا بديل لها جو الجهد الكهربائي، بدلوا المحولة وشغلنا المولدة، جبنا غاز وباتريات عن طريق المجلس البلدي والناحية، ورأسا شغلنا للأهالي، وتم إيصال الماء يعني بأقل من 24 ساعة، والحمد لله هسه الأهالي مكتفين. وبدأنا هم نشغل المشروع المصفي اللي غادي هم يضخ على الأهالي هم عن طريق المولدة، والأمور إن شاء الله زينة ومستبين، بس عندنا شغلات يعني إعادة ترميم، إعادة صيانة، تأهيل من هالسوالف، ولا الحمد لله والأمور مستتبة والوضع زين، وإن شاء الله حيل زين. خذ الشرب ومطشر العالم كله في سكار